السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة بقى هعمل لكم بقى الحلا الخفيف البسيط دوت. هي اسمها ليالي لبنان، فاحنا هنعملها بقى ونجرب كده ونشوف ليالي لبنان بالحلاوة والطعامة اللي انتوا شايفينها والجمال ده كله هنعمله ازاي. معانا لتر من الحليب، ومعانا كوباية من الدقيق السميد، ومعانا نص كوباية من السكر. مكونات بسيطة وخفيفة وهتعجبكم قوي. يلا نشوف هنعملها ازاي. هننزل بالسكر وندوبه مع اللبن، بعد كده هننزل بكوباية دقيق السميد وهندوب كل الخليط مع بعضه، وهنروح بيه على البوتاجاز. طبعا على البوتاجاز ايدينا فيه كده على طول، نقلبه عشان ما يكلكعش مننا. وهنضيف عليه معلقة صغيرة كده من الفانيليا السايلة، وممكن لو انت حابة ماء الزهر او ماء الورد تحطي زي ما انت عايزة، فانا حطيت فانيليا. وحطيت معاه معلقتين كبار من القشطة. قشطة اللبن يا جماعة انا بجمعها كده في علبة في الفريزر، ووقت ما بحتاجها في اي حاجة زي كده بطلعها واستعملها على طول. وادي الخليط بتاعنا ده القوام بتاعه، طبعا جميل وقوامه مظبوط. هنجيب بقى الطبق بتاع التقديم بتاعنا وهننزل بيه، وهنساوي الوش بتاعه كده، وهنسيبه شوية كده لما يبرد وندخل بيه على التلاجة. هنسيبه بقى من 5 ل6 ساعات كده في التلاجة، وأول ما يخرج من التلاجة هنغطي الوش بتاعه بالقشطة. عايزة تجيبي علبة قشطة من بره من السوبر ماركت ماشي، عندك قشطة اللبن في التلاجة ماشي، كله بيقضي الغرض يعني. المهم ان احنا بنغطيها بقشطة وخلاص، اي نوع قشطة انت عايزاها او حباها بتجيبيها. المهم ان انت ما تكلفيش نفسك، احنا فكرتنا ان احنا بنعمل حاجة حلوة وكويسة وفي نفس الوقت غير مكلفة. وده شوية من الفستق الاخضر، وزي ما قلت لكم قبل كده انا طحنة معاهم شوية من السوداني عشان يعني ايه نمشي العملية ونزود الكمية شوية ونقدر نستعمل منه في وصفاتنا وما يبقاش مكلف علينا. وده ورد محمدي بنبدأ نزوق بيه الطبق بتاعنا، يدينا شكل حلو كده وجميل. وهنرش شوية وردات برضو كده اهوت حوالين الطبق، بقى معانا طبق جميل وظريف وشكله كده مشهي ويفتح النفس. هنبدأ بقى نقطع منه. طبعا هي طرية معايا لان هو المفروض بيدخل التلاجة تاني يتماسك شوية. انا طبعا ملحقتش اقعده في التلاجة كتير عشان اوريهولكم واوريكم الوصفة بتاعتنا النتيجة بتاعتها ايه، لكن هو المفروض بياخد وقته في التلاجة. وبعد ما بنحط عليه القشطة المفروض برضو ان احنا بنسيبه في التلاجة شوية. انا عشان بس اوريكم النتيجة بتاعته قطعته على طول. وده عسل تقيل من بتاع الكنافة، او لو عندك عسل ابيض عسل نحل ممكن تحطي منه. فطبعا عشان احنا ما نكلفش نفسينا فانا حطيت عسل من بتاع الكنافة اللي كان موجود عندي رشيت فوقيه. طبعا احنا بنحط له العسل وقت التقديم بس، ما بنحطش على الصينية كلها يا جماعة، يتحط بس قطعة بقطعة كده ويتحط عليها العسل. والسلام عليكم ورحمة الله.